النهارده بقى حبايب قلبي انا جايه عشان اعلمك ازاي ان انت توفري مبلغ محترم كده. مش جايه اقولك ان انت توفري مبلغ 1000 ولا 2000 جنيه، لا ده انا هخليكي توفري مبلغ محترم، يعني مش اقل من 15000 جنيه. معقول يا ام زياد في الظروف وعز الغلا اللي احنا فيه ده والاسعار النار ده احنا مش عارفين كده يعني نكفي الحياه اكل وشرب؟ لا كمان هنوفر. ده احنا مش عارفين نجيب لبس لولادنا ولا عارفين نجيب حاجه لعيالنا، كمان هنوفر ومبلغ كبير زي ما انت بتقولي كده. اه ان شاء الله كلها بتدبير ربنا. وعايزه اقول لك من 10 جنيه هخليكي توفري المبلغ اللي انا بقول لك عليه ده. والله ما كلام، دي افعال، دي مواقف انا اتحطيت فيها وزنقات وضغوطات اتحطيت فيها، والحمد لله القرش هو اللي كان بينفعني وحته الذهب هي اللي كانت بتنفعني. النهارده بقى انا جايالك عشان تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش هطول عليكم الفيديو النهارده، فيديو قصير كده هينزل لكم على قناه حياتي افضل كل يوم، بس اتمنى ما تسيبوش اللايك، ما تسيبوش بس اتمنى ما تنسوش اللايك، اوعوا تسمعوا كلامي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ربنا يصلح حالكم، وكلمه حلوه كده تشجعني وتحفزني. طيب انا واحده من الناس يا ام زياد، نفسي كده افتح حصاله كده بعد 10 شهور او بعد 12 شهر، ابص الاقي فيها كده 5000 جنيه 7000 جنيه، مبلغ يفرحني كده ويطمن قلبي ويحسسني كده ان انا يعني معايا فلوس، يعني ابقى قلبي مرتاح كده ان انا معايا فلوس على جنب. طب النهارده انا جايه لك مش عشان اقول لك بقى يبقى معاكي مبلغ 5000 ولا الكلام اللي هيف ده كله، لا. مع ان كل حاجه في الزمن ده لو انت وفرتي بس 1000 جنيه على جنب ده فضل وعدل من ربنا. بس ليه البني ادم يا جماعه ما يسعاش لاكبر من كده؟ ليه البني ادم ما يخليش اهدافه كبيره؟ طول ما انت عندك طموح واهداف، طول ما انت هتعملي المستحيل عشانها باذن الله. عايزه اقول لك على حاجه، لو انت مصممه ان انت يكون معاكي مبلغ كبير لازم تكون اهدافك كبيره شويه، ولازم تكون طموحك عاليه شويه. يعني مثلا انا لو واحده في دماغي ان انا اشتري كبه، طب هعمل ايه عشان اشتري كبه؟ مش هعرف اشتريها من مصروف البيت. ماشي. لو انا واحده نفسي طموحي كده ان انا اشتري كبه عشان تساعدني في شغل البيت يعني تساعدني في الفرم والحاجات دي كلها، طب اعمل ايه؟ مش عارفه اشتريها من مصروف البيت. طب ما هو ده اهو، طب ما هو ده هدف، ده الهدف يا جماعه. يبقى هعمل ايه؟ يبقى انا عندي هدف لازم اسعى عشانه، فانا مش هعرف اخد كده 1000 جنيه من مصروف البيت وراح اجيب بيه كبه. امال هعمل ايه؟ هفضل اعين قرش على قرش على قرش واوفر من الحاجات اللي انا بصرف فيها فلوس ملهاش لازمه، لحد ما اجمع المبلغ بتاع الكبه اللي انا عايزاه عشان اوصل للكبه واجيبها وافرح قلبي واطمن قلبي، واسمها ان انا جبتها بمجهودي بفضل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه. اول حاجه، ثم بشويه شطاره مني كده الحمد لله. طيب انت قصدك تقولي يا ام زياد في ناس في التعليقات يا جماعه بالله عليكي بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، ربنا يصلح حالكم يا رب عشان القناه تكبر وتوصل بكم كده. طيب في ناس بتكتب لي في التعليقات بص انا قاعده كده النبي عربي، قاعده على الارض وعلى الكراتين كمان، اوضه النوم بقى مش هنا وقاعده على الارض زي ما انتم شايفين كده، فشجعوني عشان قاعده في التلج والجو ساقع. طيب حبايبي واخواتي بيخشوا لي على الواتس ويكتبوا لي في التعليقات يا ام زياد بالله عليك احنا عايزينك تقفي جنبنا، انا يا ام زياد ايدي مخرومه مش عارفه احوش، انا تعبت مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. بص يا حبيبه قلبي، انا عارفه ان اللي ايديها مخرومه وبتصرف زياده عن اللازم دي بتبقى صعبه شويه انها تحوش، بس هقولك على حاجه. روحي لفي لفه كده في الدولاب بتاعك بتاع الهدوم، شوفي انت عندك كام عبايه خروج، شوفي عندك كام طقم خروج، شوفي عندك كام جزمه، شوفي عندك كام شنطه. هل انت لما تتزنقي ولا يحصل عندك موقف صعب لا قدر الله او عيل من عيالك تعب او حصل لك اي ظرف، الهدوم والهلاهيل اللي انت حطاها في الدولاب دي كلها هي اللي هتنفعك؟ انا عايزاكي تحطي المواقف الصعبه قدامك وتقعدي مع نفسك شويه كده. هل انا مثلا لو تعبت بكره انا هعمل ايه؟ اروح استلف من مين؟ ما احنا دلوقتي يا جماعه ماشيينها اكل وشرب بس، ما بنعينش حاجه على جنب خالص تنفعنا وتسترنا وقت ما نحتاج. طيب هتعملي ايه؟ هتروحي تقولي لمين اديني؟ يبقى انا ساعتها لازم احط المواقف الصعبه قدامي. جوزك قاعد من الشغل ممكن يحصل لك اي ظرف، ساعتها مش هروح اخد جلابيه ولا اتنين ولا جزمه ولا اتنين من الدولاب واروح عشان افك زنقتي بيهم، لا. يبقى انا عندي طقم 2 3 4 في الدولاب ساترني بمشي بيهم في المناسبات وبظبط بيهم اموري حلوين قوي. في ناس يا جماعه بتبقى عندها طمع شويه ان انا مثلا لو جايبه مثلا كل لما تنزل حاجه ترند او عبايه ترند او اي حاجه لازم اجيب منها، لازم.
واجيب منها لون واتنين وتلاته، كل لما الاقي شنطه عجباني على الفيسبوك ولا في مشوار رايحاه لازم اروح اشتريها. طب ما هو انت طول ما انت بتعملي كده مش هتعرفي تحوشي، وترجعي تقولي انا مش هحوش. يعني ايه يا ام زياده؟ ما اشوف حاجه عجباني ما اجيبش؟ طب احرم نفسي؟ ما تحرميش نفسك. هاتيلك يا ستي في السنه مرتين طقم، مش لازم في السنه كم مره. والله يا جماعه في ناس بتشتري بفترة. طيب انا اعرف ناس بتقول لي يا ام زياد احنا كنا يعني احنا بنحب نلبس عيالنا احلى لبس. ماشي مفيش مشكله، بس مش بكترة الهدوم. انا ممكن اجيب مثلا ايه يا جماعه، العيال بتكبر، الاطفال بتكبر. انا كنت واحده من الناس كل لما اشوف طقم عاجبني لعيالي لازم اجيبه لهم، لازم اجيبه لهم. دلوقتي كل لما ابص في الدولاب والله العظيم الاقي نفسي بطلع هدوم للعيال قد كده وبشحتها وهي لسه جديده. العيل ما شاء الله جسمه بيكبر وجسمه بيفرد، فخلاص الهدوم دي هتروح فين؟ هتضطر ان انت تشحتيها. طيب امال اعمل ايه؟ ابنك لما خلاص بقى يوصل بقى السن بتاعه اللي هو خلاص جسمه ما بيطولش بقى، ده ساعتها تجيبي له اللبس اللي فعلا هو مش هيتشحت لحد، هيفضل بقى طول عمره يلبس فيه. عيالك هم لسه صغيرين ما تحاوليش تكتري من اللبس قوي، ما تحاوليش تجيبي من الحاجات الاوفر اللي اسعارها غاليه قوي، لان كل ده في الاخر بيتشحت. دي حاجه من ضمن التوفير برضه. ومش لازم بنتك تكون عندها بدل الطقم 10 طقم في الدولاب، هو ممكن كام طقم تخرج وتروح بيهم حلوين قوي، حلو زي العسل. واسمك برضو ان انت ايه، ما حرمتيش ولادك من اي حاجه وبتلبسهم لبس كويس. طب اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي مثلا لو انت عندك طفل ولا اتنين ولا تلاته، فالطفل ده بياخد منك كل يوم 10 جنيه. لو عندك 4 اطفال يعني 40 جنيه كل يوم، والله ده اقل حاجه. في ناس بتقول احنا بندي لعيالنا اكتر، لا انت مبذره بقى، بعيدي عننا. في ناس بتدي ايه، ممكن 5 وممكن 10، لكل عيل 10 جنيه يعني 40 جنيه في اليوم. طب انا اقدر من ال40 جنيه دول اقدر ادخل جمعيه 1200 جنيه في الشهر، واقبضها كام؟ اقبضها حوالي 13000 جنيه. 13000 جنيه صح كده؟ طيب هتقولي لي يا ام زياد هو احنا عشان نوفر هنحرم ولادنا وما ندهمش المصروف ده؟ المصروف ده اساسي كده، اول ما يصحوا من النوم لازم المصروف. انت بتعملي غلط كده. ماشي اديهم مصروف وكل حاجه، فطري عيالك الاول واكليهم وشبعيهم. هتلاقي العيل اصلا ممكن يتغاضى عن المصروف ويقول لك لا. طب لو لقيتيه مصمم على المصروف مفيش مشكله، بدل ما بدي 10 هدي 5 بس. لا اما هعمل لابني مصروف يومين او 3 في الاسبوع فقط لا غير. كل يوم عشان تطلعي لعيالك 40 جنيه يعني 1200 جنيه في الشهر. طب هي انهي ميزانيه هتستحمل 1200 جنيه في الشهر يا جماعه؟ طب ما دول ما تجيبوا لك خزين بيتك كله طول الشهر، صح ولا انا غلطانه؟ طيب احنا ممكن ندي للعيل مره او مرتين في الشهر. انا ممكن مثلا ايه اعوض يعني ابني الحاجات بتاعه الشارع لو انا قلت له عليها لا، انا كده مش وحشه وكده مش بحرمه. انا ممكن اعوض ابني بطبق كوكتيل من الفواكه. ممكن مثلا اعمل شويه شاي بلبن، اسقيه كوبايه لبن كده على الصبح، حاجات مغذيه، اكله فواكه، حاجات حلوه من البيت تعوض جسمه. الحاجات اللي بيروح يجيبها والله حاجات مش كويس. انا عيالي بيجيبوا، مش هضحك عليكي، بيجيب بس يوم ويوم ايه ويومين لا، يوم ويومين لا، مش كل يوم، عشان الميزانيه ما تخرمش، عشان اقدر اوفر الفلوس اللي تسترني. وقبل ده كله انت محتاجه كل مبلغ او كل مرتب تمسكيه في ايدك لازم تطلعي منه الصدقه. انت مش بتطلعي صدقه عشان خاطر انت معاكي فلوس زياده وعايزه تطلعي منها، لا، انت بتطلعي الصدقه عشان خاطر انت اللي محتاجه فلوس، عشان انت اللي ظروفك صعبه، عشان انت اللي محتاجه تتسندي ومحتاجه حياتك تبقى ماشيه كويس وعلى خير. فعشان كده انت محتاجه الصدقه. انت محتاجه تطلعي صدقه عشان خاطر عيالك ربنا يسترها معاهم، ربنا يسترها مع جوزك. فعشان كده انا اللي محتاجه اطلع الصدقه دي. فاهمه قصدي؟ طيب انا من نوع المزيد لما اخد عيالي معايا السوق مثلا بينزلوا يشبطوا في كل حاجه، كل حاجه عايزين. فلو انا عامله حسابي مثلا ان انا هصرف 200 جنيه في السوق، تلاقيني صرفت 240 220 250. ابني عايز حاجه وبنتي عايزه حاجه، فبصراحه ببقى ماشيه خايفه ازعلهم، مش قادره ازعلهم. ما حته الخوف دي هي اللي بتاثر عليكي شويه، تخليكي ما تعرفيش تمسكي قرش. جمدي قلبك شويه. ابنك عايز حاجه حلوه خلاص سيبي من الحاجه اللي بيشاور لي عليها دي، كيس بسكوت، كيس نايتي، مش عارفه ايه. الحاجات دي كلها مش كويسه والله. ممكن مثلا اروح اجيب لابني مثلا نص كيلو تفاح من المصروف بتاعي، واحاول ان انا ايه اعمل له كده كوكتيل في البيت، اجيب فراوله واعمل شويه عصير، الحاجات اللي هي المغذيه دي. طيب زي ما بقول لكم، لان في ناس بتخش لي في التعليقات يا ام زياد احنا مش عارفين نوفر، احنا مش عارفين نمسك فلوس. ما انا بقول لك ايه هدفك في الدنيا؟ انا هدفي يا ام زياد ان انا اشوف عيالي ناجحين، ان انا اشوف عيالي ما فيش حد زيهم في الدنيا، ان انا اسد الديون اللي عليا، ان انا يعني بيتي يكون ماشي كويس. ما دي اهداف كويسه، بس ايه الهدف اللي انت عايزه تحط فلوس علشانه؟ ايه هو الهدف؟
عايزه تشتري حته ذهب تسترك، عايزه مثلا تبقى معاكي مبلغ ينفعوكي لما عيالك يكبروا، عايزه مثلا تشتري شقه، عايزه تشتري مثلا تجددي شقتك. ايه الهدف الكبير اللي انت نفسك تحطي؟ لو بصيتي للهدف ده هتلاقي نفسك كل لما يعجبك عبايه مش هتعرفي تشتريها، والله العظيم، لان انت حاطه هدف اساسي في دماغك انت بتحطي فلوسك عشانه. وعايزه اقول لك على حاجه، فلوس الفطار اللي بتخرب الميزانيه يا جماعه. لو انت مثلا بتاخدي مصروف كل يوم 100 جنيه او 150 جنيه، والله في ناس بتاخد 50 جنيه وممشيه بيتها زي الساعه وبسم الله ما شاء الله، بتمشي ببركه ربنا. والله كل لما الفلوس بتبقى قليله بتمشي وبتعدي بتسهيل ربنا. الفلوس لما تكتر في ايدك انت بتفتري، والله العظيم انت بتفتري. لما تلاقي قرش بيكتر في ايدك بتلاقي نفسك عايزه تصرفي في اي حاجه. تمام كده؟ طيب فلوس الفطار اللي احنا بنروح نصرف يوميا كده 50-60 جنيه على الصبح. طب ال50-60 جنيه دول انا ممكن اعمل حاجات من البيت. بطلي كسل شويه. لو انت مثلا بتقوم من النوم تشتري فطار وتشتري فول وطعميه وتشتري مسقعه وتشتري الحاجات دي كلها، انت بتدفعي فيها فلوس وحاجات عينات. احنا لقمه الفطار دي احنا بنقوم ناكل لقمه بس نسند بها نفسنا عشان خاطر ايه؟ نقوم نشوف شغل بيتنا عشان خلاص في وجبه غدا بقى حلوه ومتينه كده نتغدى وناكل ونتغذى عليه. طب نعمل ايه في وجبه الفطار؟ ما نفطرش؟ لا طبعا، مين قال كده؟ دي الوجبه الاساسيه. نعمل ايه؟ حضرتك ممكن تجيب مثلا بطاطس، ممكن تجيب بتنجان، ممكن تدمسي فول في البيت، ممكن تعملي مثلا صينيه حله بصاره كده وتحطها في التلاجة. كل يوم هتطلعي طبق جنب حته مخلله وهتفطري منها. الحاجات دي بتوفر يا جماعه. واحده هتقول لي يا ام زياد البطاطس بتاخد زيت والبتنجان بياخد زيت. مش هنعملها بزيت خالص. هنعمل المسقعه نقطعها مكعبات وعليهم رشه من الزيت وحبه الكمون وحبه الملح وحبه الفلفل، وهنعملها ني في ني وتطش عليها شويه خل وفصين توم ونعملها ني في ني. البطاطس ممكن تحطها في صينيه على ورق زبده كده وترش عليها شويه زيت وتحطها في الفرن، برضو هتحمر وتبقى زي الفل. وكده ما نبقاش هدرنا في الميزانيه وما هدرناش في الزيت وحافظنا على صحتنا يا جماعه. على فكره انا بقول الكلام ده لنفسي معاكم، لان انا عندي عيالي اصلا من عشاق البطاطس المحمره، بيموتوا في البطاطس المحمره. فانا اعمل ايه؟ لقيت نفسي عايزه امشي الدنيا، ما هي الميزانيه بتخرب. ازازه الزيت لقيتها ما بتكفيش عندي يعني الهفوه. كل احمر شويه بطاطس الاقي نفسي ازازه الزيت بتتفرتك. طب اجيب كل 3 ايام ازازه زيت منين؟ لا، اعمل البطاطس صينيه مره، اعملها مسلوقه مره، اعملها في الفرن مره، اعملها محمره مره. مش كل يوم هتبقى محمره. تمام كده؟ عشان نقدر نحافظ على صحه عيالنا ونحافظ على فلوسنا. هتبص تلاقي نفسك لو وفرتلك بس من الحاجات اللي بقولك عليها ديت، هتوفرلك بتاع 1500 في الشهر. ماشي؟ هتلاقي نفسك بتعملي بهم جمعيه بتقبضيها حوالي 15,000 جنيه. انت المستفاده، انت المستفاده من توفير الفلوس دي كلها. وهتبصي كمان لو دورتي في خزين بيتك ودورت في الحاجات دي كلها، والله العظيم ممكن تلاقي حاجات كلها السوس عندك بايظه. ما الحاجات دي بفلوس. لو انت كل يوم بتعملي اكل وبيتبقى منك شويه اكل كده، حرام عليكي، ما الاكل ده بفلوس. بدل ما اعمل الاكل واكبه في الزباله، لا، اخلي الاكل ناشف ينفعني الوجبه تانية او طاقه تانية. لو كل يوم برمي حبه رز قد كده، هعين حبه رز على حبه على حبه، هخليهم ينفعوني وجبه بعد كده. فانت الست اللي ماسكه، انت عمود البيت، انت اللي ماسكه المصاريف، انت اللي في ايدك تحكمي ميزانيتك وتربطي عليها، ما تخليهاش تهدر منك. فمش عايزه واحده بعد الفيديو ده ترجع تقول لي مش عارفه اوفر يا ام زيد، همسكك هديكي علقه. انت حره بقى. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه.